الموبايل ده هو ريلمي سي 55 اللي من وجهة نظري يعتبر هو افضل واقوى، ويعتبر الموبايل المثالي كمان دلوقتي في الفئة المتوسطة، وتحديدا في الفئة اللي اقل من 200 دولار. بيبدأ سعر الموبايل ده من اول 165 وصولا لحد 185 او 190 دولار على حسب النسخة اللي هتشتريها. وكمان اوضاعه دي بتخليه موبايل مثالي جدا جدا بالنسبة لاوضاع السوق المصري حاليا بعد غلاء الاسعار في الفترة الاخيرة. على سبيل المثال مثلا الموبايل ده جاي ب 8 جيجا رام مع ذاكره داخليه 256 جيجا، مع شاشه عملاقه بتدعم ريفريش ريت سريع لحد 90 هرتز، ببطاريه ممتازه بتدعم شاحن سريع كمان. وبمناسبه البطاريه هنا لما بتوصل الشاحن بيطلع لك الدايناميك ايلاند اللي احنا شفناها قبل كده على موبايلات ايفون، هي بتظهر في الوقت ده بس كده وانت حاطط الموبايل على الشاحن، مش مهمه ولكن هتعجب ناس كتير منكم. هنتعرف بقى على كل حاجه خاصه بالريلمي سي 55، لكن اتمنى بقى تعمل لايك للفيديو، ويا ريت كمان تشترك عندي هنا في القناه، وان شاء الله في نهايه الفيديو هقول لك تشتري الموبايل ده ولا لا، وكمان هنحطه منافس الفئه السعريه بتاعته كمان في الاعتبار. يلا بقى بدون رغي كتير نخش في الموضوع على طول. واول حاجه هنتكلم عنها وهي حاجه من الحاجات المميزه جدا، وهو التصميم اللي بيقدمه الريلمي سي 55. اول حاجه كده من الحاجات اللي هتعجبك جدا لو حصل واشتريت الموبايل ده هو التصميم البريميوم والفخم جدا اللي بيقدمه الريلمي سي 55. موبايل طبعا لازال جاي بظهر وفريم من البلاستيك، ولكن بملمس واحساس موبايلات بتيجي في فئات سعريه اغلى بكتير. النسخه اللي معايا ديت انا مش عارف احدد لونها بصراحه، هي بتعمل مزيج من الالوان كده لما بتوجهها للضوء، وعليها نقشه كده او خربشه على الظهر بتخلي شكله شيك جدا بصراحه. وكمان النقشه ديت طبعا هتساعدك ان الموبايل ما يبصمش معاك، ودي حاجه ممتازه. كمان برضو من الحاجات الممتازه جدا واللي بتخلي شكل التصميم شيك جدا بصراحه هي الحلقتين بتوع الكاميرات اللي بيجوا في اعلى ظهر الموبايل من ناحيه الشمال، وبيجوا هما كمان في مربع ناعم كده غير الظهر بتاع الموبايل، بيخلي شكل التصميم شيك جدا بصراحه. في الموبايل من تحت بقى عندك فتحه 3.5 مللي وصل الشحن عن طريق اليو اس بي سي، بالاضافه كمان للسماعات الخارجيه. اما من قدام بقى فالشكل الجميل للتصميم لازال بيكمل معانا هنا. الموبايل بيجي بشاشه كامله من فوق بتيجي بالدوت نوتش او الخرم اللي احنا معتادينه في الفئه دي. كمان هنا الحافه السفليه بتاعتها تعتبر مقبوله جدا نظرا للفئه السعريه بتاعه الموبايل. بشكل عام التصميم من الحاجات اللي عجبتني جدا على الموبايل، ومن وجهه نظري يعتبر هو افخم تصميم هتشوفه على اي موبايل من الموبايلات اللي نزلت في الفئات الاقتصاديه في الفتره الاخيره. سيبنا بقى من التصميم وخلينا نخش بقى في الحاجات اللي فعلا هتخليك تحكم على الموبايل هنا الموبايل ممتاز، وممكن من خلالها طبعا تفكر تشتري الموبايل ده. واول حاجه هنتكلم عنها هنا وهي تجربه الشاشه اللي بيقدمها الريلمي سي 55. موبايل هنا جاي بشاشه عملاقه حجمها 6.7 بوصه من نوعيه اي بي اس ال سي دي بدقه فول اتش دي بلس، وكمان بتدعم الريفريش ريت لحد 90 هرتز. خلاصه بالنسبه لتجربه الشاشه من الفتره اللي فاتت ديت من استخدامي ليها، اول حاجه نقطه السطوع تحت اشعه الشمس، الشاشه تجربتها كانت ممتازه جدا معايا. طبعا مش افضل حاجه في العالم يعني، ولكن تجربتها رايقه جدا، وتقدر تقول ان انت هتعتمد عليها لو انت بتستخدم الموبايل فترات كتير جدا تحت اشعه الشمس. فدي نقطه تعتبر مهمه جدا عند ناس كتير من الناس اللي بتستخدم الموبايلات اثناء النهار، ودي حاجه هتكون ممتازه جدا معاك. النقطة الثانية ودي برضو حاجة هتكون مهمة جدا عند ناس كتير، حجم الشاشة العملاق 6.7 بوصة فول اتش دي بلس، وبالتالي هتديك امكانية ممتازة جدا بالنسبة للناس اللي بتحب تتفرج بقى على الافلام على اليوتيوب، الناس اللي بتحب تتفرج على مشاهدة المحتوى بشكل عام. عامة الشاشة هنا هتكون ممتازة جدا بالنسبة لهم. واذا كانت في حاجة سلبية تحديدا في نقطة مشاهدة المحتوى يعني، هو ان الموبايل هنا ما بيجيش بسماعات ستيريو، واللي كانت بالتالي طبعا مع جودة الشاشة وحجمها العملاق ديت هتديك امكانية كبيرة جدا او متعة كبيرة جدا وانت بتتفرج على الافلام ولا حاجه كمان بقى من الحاجات اللي بتتميز بها شاشه الموبايل هنا وهي دعمها للريفريش ريت 90 هرتز، ودي بقى النقطه الجايه اللي هتاخدنا للاداء اللي بيقدمه الريلمي سي 55. الموبايل هنا جاي بمعالج مميز جدا من ميديا تك اللي هو الهيليو جي 88، بالاضافه ل 8 جيجا رام وذاكره داخليه بتوصل لحد 256 جيجا. كمان هنا الموبايل نازل باندرويد 13 مع واجهه ريلمي يو اي الاصدار الرابع. طبعا اللي جرب منكم موبايلات ريلمي قبل كده عارف ان واجهه ريلمي تعتبر من اخف وانظف الواجهات اللي انت ممكن تستخدمها في عالم اندرويد بالذات في الفترات الاخيره، وعلى موبايلاتها الاقتصاديه والمتوسطه بالتحديد. وده اللي حصل معايا من تجربتي للموبايل في الفتره الاخيره. الواجهه هنا مستقره بشكل كبير جدا، بعكس منافس الموبايل مثلا او المنافس المباشر للموبايل ده اللي هو الريدمي نوت 12 من شاومي. فتعتبر واجهه ريلمي هنا حاجه مهمه جدا، وبالتالي مع الواجهه ديت والريفريش ريت 90 هرتز والمعالج ده وال8 جيجا رام، اقدر اقول لك انك هتاخد تجربه تعتبر مثاليه جدا بالنسبه للاستخدامات اليوميه. كل استخداماتك اللي هتعملها
تستعملها في مهامك اليوميه، فتح مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهده المحتوى، المكالمات والحاجات اللي تشبهها بالشكل ده كده، واستخدامك للموبايل وتصفحه بشكل عام. الموبايل هيديك تجربه سلسه وجميله جدا، ودي حاجه من الحاجات الروعه اللي عجبتني فيه بصراحه، هي استخدامه في المهام اليوميه والاستخدام اليومي بشكل عام. النقطه اللي بعد كده ودي نقطه مهمه جدا برضو عند ناس كتير، هي اداء الموبايل في الالعاب. زي ما قلت الموبايل جاي بمعالج من ميديا تك اللي هو الهيليو جي 88 مع 8 جيجا رام، وبالتالي المعالج ده مع 8 جيجا رام يدوني امكانيه ان انا العب على الموبايل هنا العاب زي بابجي، كول اوف ديوتي، واسفلت 9 والحاجات اللي بالشكل ده كده. واقدر اقول لك ان تجربه الموبايل بمساعده السوفت وير بتاع ريلمي المميز ده، انا خدت معاه تجربه تعتبر مثاليه هي كمان بالنسبه لاستخدام الالعاب. بابجي طبعا اشتغلت معايا على دقه هاي اتش دي، في تجربتي لها كانت شغاله بشكل كويس وسلس جدا وجميل ومفيش فيها اي حاجه، وحتى نقطه السخونه المعتاده من معالجات ميديا تك انا ما شفتهاش هنا على الموبايل. الحاجه اللي بعد كده بقى، ودي برضو حاجه من عناصر قوه الموبايل هنا، هو سيستم الكاميرات اللي بيقدمه. موبايل جاي بالكاميرا الرئيسيه بتاعته هنا 64 ميجا، بالاضافه للكاميرا الاماميه جايه بدقه 8 ميجا بكسل، مع كاميرا كمان هتساعد في موضوع العزل والبورتريه. النتائج اللي خدتها من الكاميرا الرئيسيه بتاعه الموبايل هنا نتائج ممتازه جدا، بتعبر بشكل كبير عن السنسور بتاع الموبايل ده، والكاميرا دي هتنافس بشكل كبير جدا كل الموبايلات اللي هتنزل في الفتره الاخيره، منهم موبايل شاومي اللي اتكلمنا عنه اللي هو النوت 12 ده. التفاصيل اللي باينه فيها كده زي ما انتم شايفين تعتبر مثاليه جدا. صور في معظم الاوقات بتحافظ على الديناميك رينج هنا، صور مشبعه بالالوان زي ما انتم شايفين كده، ودي حاجه احنا معتادينها بصراحه من اجهزه ريلمي، دايما الكاميرا الرئيسيه عندهم بتعجبني بشكل كبير جدا. ونفس الكلام هنا بالنسبه للكاميرا الاماميه، النتائج اللي بتطلع منها في تجربتي لها زي ما انتم شايفين كده تعتبر رايقه وجميله، والعزل طبعا هنا شغال عن طريق السوفت وير، فاحيانا هتلاقيه بيظبط معاك بشكل مميز جدا واحيانا ثانيه لا، ولكن بشكل عام الكاميرا الاماميه برضو النتائج اللي طلعت منها عجبتني بشكل كبير جدا، هي والكاميرات بتاعه الموبايل. بالنسبه بقى لعوامل الامان او البصمه، هي جايه هنا على زرار الباور، في تجربتي لها شغاله بشكل كويس جدا، سريعه مفيش فيها اي مشكله، السنسور شغال بشكل كويس كعاده كل البصمات اللي بتنزل على زرار الباور. بالنسبه بقى للجانب العملي، ودي حاجه احنا معتادينها من اجهزه ريلمي وبالتالي ممكن تخليك تشتري الموبايل ده بشكل كبير جدا، هو الجانب العملي اللي احنا معتادينه من اجهزه ريلمي في البطاريه، في الشبكات، في الاتصالات، في الحاجات اللي بالشكل ده كده. البطاريه مثلا على سبيل المثال هنا جايه بقوه 5000 ملي امبير، وبتدعم شاحن سريع لحد 33 واط، ودي حاجه تعتبر محترمه جدا بالنسبه لفئه الموبايل السعريه. البطاريه هتشحن معاك 50% في نص ساعه تقريبا، وادائها في تجربتي لها كان ممتاز، بالرغم ان انا دايما استخدامي للموبايل كان متوسط الى فوق متوسط، الا ان البطاريه كانت دايما بتكمل معايا اليوم وما كانش فيها اي مشكله نهائي. طبعا زي ما قلنا في بدايه الفيديو ان هنا الشاحن لما بتوصله على الموبايل هنا بيديك الدايناميك ايلاند اللي احنا شفناها قبل كده على موبايلات الايفون، حاجه مش ضروريه قوي ولكن برضه هي هتكون لذيذه عند ناس كتير. بالنسبه بقى للشبكات على الموبايل، شبكه الواي فاي، شبكه الاتصال شغالين بشكل كويس جدا كعاده اجهزه ريلمي، في دايما الشبكات عندها مميزه جدا بصراحه. الصوتيات زي ما اتكلمت عنها في وقت الكلام عن الشاشه، الموبايل طبعا ما بيجيش بسماعات ستيريو، ودي غالبا هتلاقيها موجوده عند شاومي، وهي دي نقطه تنازل موجوده هنا في الموبايل بصراحه. ولكن بشكل عام سماعه المكالمات والسماعه الرئيسيه الصوت اللي بيطلع منهم شغال بشكل كويس جدا، مفيش فيه مشكله. اخيرا بقى سعر الموبايل والحكم عليه، وهل انصحكم بشرائه ولا لا. سعر الموبايل زي ما قلت هو اقل شويه من 200 دولار، وعندنا هنا في السوق المصري يعتبر من وجهه نظري ده الاختيار المثالي، اقوى مواصفات موجوده في السعر ده. لان انت مثلا لو شفت موبايل من سامسونج مثلا بيقدم لك نفس الباكج اللي احنا استعرضناه معاكم طول الفيديو ده، هتلاقي سعر الموبايل 15000 جنيه ولا حاجه، في حين ان الريلمي سي 55 ثمنه 7000 جنيه، ممكن تجيبه اقل شويه، ولكن طبعا تحط في اعتبارك ان الموبايل ده نازل بضمان دولي. اوفر اول الموبايل بصراحه في تجربتي ليه كان ممتاز جدا، وده من الموبايلات اللي انا انصحكم بشرائها، لان هو يعتبر من اقل الموبايلات المشاكل اللي انا جربتها في الفتره الاخيره مع مواصفاته القويه جدا دي. وبس بقى كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ويا ريت كمان تشترك عندي هنا في القناه لو انت اول مره تشوفني على اليوتيوب. اشوفكم فيديوهات جايه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.